نادين ضحية سفاح الجيزة ما اتقتلتش ولسه عايشة. زمانك اتصدمت أنا عارفة. طب إيه رأيك بقى إن السفاح بنفسه حي يرزق وما اتعدمش؟ زمانك برقت وقلت انتي بتقولي إيه يا أستاذة؟ حصل إيه لعقلك؟ إزاي يعني ما اتعدمش؟ ده مات وشبع موت هو ونادين. هرد عليك وأقولك من حقك تكدبني، بس هتكدب القانون وكلام مامة نادين بنفسها. بص يا سيدي، كلنا عارفين إن سفاح الجيزة اتقبض عليه في 2021 لما كان في محل دهب وهو بيحاول انه يبيع الدهب اللي سرقه من مراته. ولما الشرطه قدرت تمسكه، مراته صاحبه الدهب اتعرفت عليه باسم المهندس رضا، رغم انه في الوقت ده كان مسمي نفسه محمد مصطفى، ودول اصلا اللي هم قذافي في الحقيقه. بص دي حكايه طويله هفهمها لك بعد شويه، اصله كان سفاح ب10 ارواح. قذافي لما اتقبض عليه وما بقاش عارف يلم ايه ولا ايه من مصايبه الكتير، قرر انه يعترف بكل جرايمه بالتفصيل للشرطه. وفي يوم 24 مارس سنه 2021 قذافي أو سفاح الجيزة كان على موعد مع أول حكم إعدام ضده من محكمة جنايات الجيزة، واتحكم عليه بالإعدام بسبب قضية قتل صاحب عمره المهندس رضا بعد ما رجع لمصر بسبب اكتشاف المهندس رضا إن قذافي بينصب عليه. فقرر قذافي إنه يخلص منه عشان ما يتكشفش. وبعد مرور 3 أيام من حكم الإعدام الأول، وتحديدا يوم 27 مارس سنة 2021، صدر تاني حكم بإعدام قذافي من محكمة جنايات الجيزة بسبب اتهامه بقتل نادين واللي كان بيجمعوا بيها قصة حب. بالمناسبة نادين هي أخت مراته فاطمة، بس لأنه كان وعدها بالجواز وقال معاها خاف أحسن تفضح سره، فقرر إنه يخلص منها وخنقها لحد ما اتأكد إنها ماتت ودفنها في نفس الشقة. الغريب إن مامتها بتقول إنها لسه عايشة، وهنعرف ليه كمان شوية. وبعد مرور أقل من 15 يوم على حكم الإعدام التاني، وتحديدا في يوم 5 إبريل من سنة 2021، كان السفاح في انتظار حكم جديد بالإعدام ضده من محكمة جنايات الجيزة، وده كان بسبب قضية قتله ياسمين واللي قتلها لما طلبته بفلوسها في منطقة العصافرة. وهقول لكم كل تفاصيل الموضوع، الصبر بس. الغريب بعد كل أحكام الإعدام دي ضد قذافي، كشف مصدر لجريدة الأسبوع إن المتهم قذافي والشهير بسفاح الجيزة لسه عايش حي يرزق، ولسه لحد دلوقتي حكم الإعدام ما تنفذش ضده. هو بس قاعد في السجن بين 4 حيطان وبيقول خلوا أمي تسامحني. بس يا ترى ليه لحد دلوقتي حكم الإعدام ما تنفذش ضده؟ هقول لكم الله أعلم، محدش عارف، بس الإجراءات القانونية بتاخد وقت، كلنا عارفين ده. بالنسبة بقى لنادين اللي طلعت عايشة وهو محكوم عليه بالإعدام بسبب إنه قتلها، فدي قصة ليها لغز كبير قوي، خصوصا إن مامتها طلعت في تصريحات صحفية وقالت بنتي عايشة وما اتقتلتش، دي متجوزة وعندها عيلين، وإحنا مش هنسكت وهنرد بالقانون ونجيب حقنا. بنتي ما كانتش على علاقة عاطفية مع قذافي، الأحداث دي كلها من وحي خيال المؤلف، والسفاح أصلا ما اعترفش بيها. نادين كل اللي كان بينها وبين قذافي إنها أخت مراته وكانت شغالة معاه في المكتبة، وكل اللي جمعهم إنه قدم ليها مساعدة عشان تحقق حلمها في التمثيل لما عرفها على منتج سوري. ودلوقتي بقى جه وقت إن أعرفكم على القصة الحقيقية لسفاح الجيزة واللي تفاصيلها تشيب الرأس. بص يا سيدي، قذافي أو سفاح الجيزة زي ما هو كان مشهور كان مجرد موظف عادي في بداية حياته، ولأن العيشة ما كانتش أحسن حاجة قرر إنه يشوف شغلانة تانية يشتغلها عشان يحسن من حالته. وفعلا اشتغل في العقارات وبدأ يكسب منها كتير قوي، ده اللي كان واضح قدام الناس. بس الحقيقة إن مصدر رزقه الحقيقي كان من الجواز، لأن كانت هوايته المفضلة يتجوز ويطلق وينصب على الجنس الناعم في حياته. فلما لقى إن القصة دي حلوة والدنيا زهزهت ليه، قال وأنا إيه اللي يجبرني على غلب الوظيفة؟ وراح سابها خالص وركز في العقارات، الستات يعني، ركز معايا كده أمال. بس طبعا في السكرتة قدام الناس الدنيا زهزهت مع قذافي، فقالوا ليه يا ابني جرب حظك تاني في الجواز وكمل نص دينك. أصله كان معرفهم إنه ما اتجوزش غير مرة واحدة، وفعلا اتجوز من بنت اسمها فاطمة الزهراء، والحمد لله باسمه الحقيقي المرة دي. بس زي ما انتوا عارفين جوازته دي ما كانتش الأولى ولا حتى الأخيرة، ده في جوازات كتير ليه وبأسامي مختلفة كمان. ومن هنا بقى هيبدأ الإجرام، اللي فات ده كان مجرد نصب بس. قذافي أو سفاح الجيزة كان على علاقة بنادين أخت فاطمة الزهراء قبل ما يتجوزها. طبعا نادين لما عرفت إن قذافي عايز يتجوز أختها قررت إنها تظهر وشه التاني لأهلها، ولأن ده كان بيهدد قذافي فبدأ يفكر إزاي هيخلص من مصدر القلق ده بالنسبة له، وجاب فكرة بره الصندوق خالص. ده استخدم حب نادين في التمثيل في إنه يخلص عليها. في الأول أهل نادين كانوا رافضين إن بنتهم تمثل، وقالوا إحنا ما عندناش بنات تمثل، وده كان سلاح قذافي الوحيد عشان يستر على نفسه. عشان كده ما يأسش
وجاب ليها منتج سوري في بيت أهلها. ومن هنا أهلها فكروا إن بنتهم خلاص دخلت عالم الشهرة والنجومية من أوسع أبوابها، ووافقوا فعلا على سفرها. ومع سفر نادين ده اختفت فعليا عن أهلها، بس فضلت على تواصل معهم بشوية رسائل من غير ما يكونوا بيسمعوا صوتها. ولأن قذافي كان حلقة الوصل بين المنتج ونادين، قرر أهلها إن هم يوصلوا ليها من خلال قذافي. بس قذافي بدأ يتهرب منهم، لأنه في الفترة دي أصلا كان قتل نادين وخلص عليها. والكلام ده حصل في سنة 2015. وبالمناسبة دي كانت أول جريمة لقذافي في تاريخه الإجرامي. قذافي ما اكتفاش بنادين، ده كان ليه واحد صاحبه اسمه المهندس رضا، وكان عايش برا مصر، فأقنعه إن الاستثمار العقاري مربح جدا ودخل معاه بيزنس. وبعد ما مر 3 سنين ورضا بيحول فلوس لقذافي وصلت ل3 مليون جنيه من غير مقابل، حس إن في حاجة غلط فنزل مصر عشان يشوف في إيه. طبعا قذافي كان ذكي جدا وحبك الحكاية، وراح استقبله في المطار، واستقبله في شقة من شققه اللي اشتراها باسمه، وعزمه كمان على أكلة كشري. لكن أكلة الكشري دي كانت الأخيرة لرضا لأن كان فيها سم. ولما رضا بدأ يحس بأعراض التسمم لحقوا قذافي وقعد يضربه على راسه بحديدة لحد ما اتأكد إنه مات، وحطه في شنطة كبيرة ونقله من الشقة اللي كانوا فيها لشقة تانية خالص. وعشان يبعد عن نفسه أي شبهات بلغ أهله إنه قعد معاه، وقعد يدور مع أهله عليه، قصة ولا في المسلسلات طبعا. وكحيلة قذافي الشهيرة بعت رسائل لأهل المهندس رضا وكأنه رضا يعني، وقال لهم إن هو مش عارف يوصل ليهم لأنه اتخذ في مظاهرة والأمن مسكه ومش عارف مترحل رايح فين وجاي منين. وعدى 5 سنين على الحال ده. قذافي كان جرب يقتل مرتين، وفكرة إنه يخفي جثة كانت سهلة بالنسبة له، عشان كده افتكر أزمته مع مراته الأولى فاطمة زكريا، واللي حصلت بسبب إنها شافت عدد كبير من البطايق فيها صورة قذافي لكنه اسمه كان متغير. وهنا هددته إنها هتبلغ عنه لأنها شكت إنه نصاب، فعمل نفس اللي عمله مع المهندس رضا معاها، وقال لها انت هتوجعي دماغي ولا ايه، وراح قطعها لأجزاء صغيرة بعد ما سماها وجمد جسمها ودفنها في شقة المهندس رضا. وعشان يسبق الحكاية راح لأهل مراته وقال لهم ده بنتكم سرقتني وهربت ومش عارف عنها حاجة. ولأن ده شيء مش مقنع بالنسبة لأهل مراته الأولى، فراحوا عملوا بلاغ بيتهموا فيه قذافي إنه السبب الأول في اختفاء بنتهم. وبعد ما دفن 2 في الشقة قرر إنه يجددها ويأجرها، وفعلا عمل كده وأجرها. الناس عاشوا فيها 4 سنين من غير ما يكونوا عارفين إن فيها 2 مدفونين. قذافي كان زهق من جو القاهرة وكان معاه توكيل من المهندس رضا، فقرر إنه يبيع ممتلكاته في سنة 2017. وفعلا باع كل حاجة وسافر لإسكندرية. ومش كده وبس، ده راح بعت رسالة لأهل المهندس رضا بيقول لهم اطمنوا عليا، أنا لسه مقبوض عليا بس مش عارف بترحل وبروح على فين. في نفس الوقت اللي اتبعتت فيها الرسالة المحامي عارف إن ممتلكات المهندس رضا كلها اتباعت. طبعا المحامي شك في الموضوع وقال إن أكيد في حاجة مش مظبوطة، عشان كده راح يعمل بلاغ بيقول فيه إن قذافي هو السبب الرئيسي في اختفاء المهندس رضا. ولما عمل البلاغ اتفاجئ إن قذافي مرفوع عليه قواضي نصب بالهبل. في الوقت ده قذافي كان أمن نفسه ورايح جاي باسم المهندس رضا وبأوراق بتثبت ده. ولأن الاسم الجديد كان لزومه عروسة جديدة، اتعرف قذافي على بنت اسمها ياسمين وبدأ يقنعها بأنه يستثمر فلوسها ووعدها بالجواز. وبعد فترة زهقت ياسمين من كذب قذافي وإن مفيش عائد مادي من الفلوس اللي بتديها ليه، فطلبته يرجع ليها فلوسها. فقال لها إنه معهوش فلوس كاش ولكن ممكن تاخد أجهزة كهربائية بقيمة المبلغ ده، وطلب منها إنها تيجي على المخزن واللي كان في العصافرة بالليل. ولما راحت ليه ضربها على راسها وقتلها ودفنها في حفرة. ولأنه أخفى جثتها كويس قوي ياسمين اتنست ومحدش خد باله من حاجة. ولأن قذافي ما كانش بيضيع وقت قرر إنه يتجوز من دكتورة اسمها نهى، كانت من عيلة غنية جدا، بس الجواز ده ما استمرش كتير وطلبت الطلاق وهو وافق. بس روح الانتقام كانت مالية قذافي، فقرر إنه ينتقم منها بس بطريقة كرياتيف شوية، وراح لابس نقاب وخطف رجله على شقة حماته وحماه في نفس الوقت اللي هم مش موجودين فيه، وسرق كل الذهب اللي هناك والفلوس طبعا. عشان كده كان هو المتهم الأول في الواقعة دي. بس أنا قلت ليكم قذافي كان عايش ب10 أرواح، فاللي حصل إنه غير اسمه خالص وبقى اسمه محمد مصطفى وبشكل رسمي. ولأن الاسم الجديد يلزم ليه عروسة جديدة، اتعرف على واحدة اسمها مي، وعشان يزغلل عينيها قرر إنه يبيع كل الذهب اللي أخده منها. وفعلا
اتباع الدهب أول مرة عادي ومحدش شك في حاجة، لكن تاني مرة بقى لما جه يبيعه وبكمية كبيرة للناس، الناس شكت فيه، خصوصا إن كان متبلغ على فقدان الدهب ده وبكل تفاصيله. فالراجل صاحب محل الدهب بلغ الشرطة فورا، فطلبت منه إنهم يعطلوه، وفعلا اتقبض على محمد مصطفى واللي كان منتحل شخصية المهندس رضا في اسكندرية، واللي هو بالمناسبة أصلا قذافي، واللي عليه قضايا نصب بالهبل. ولما قذافي لقى إن كل حاجة اتكشفت خلاص قال ما بدهاش بقى، فقرر إنه يعترف بكل جرايمه ويقول على الأماكن اللي كان دافن فيها كل ضحاياه. وزي ما حضراتكم شايفين احنا واقفين قدام سفاح محترف بضمير، بعد ما قتل مرة عجبه الموضوع وقرر يتبع استراتيجية الراجل اللي على حق ما يقولش للكيف لأ.